السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة قوي جدا، هديك أفكار حلوة جدا جدا للفطار والغدا، وكمان هنوفر وهندبر كده شوية حاجات تفريزات لرمضان من غير ما تحس. إن شاء الله بإذن الله هتلاقي بيتك مليان لرمضان وغير رمضان، بتكات وحركات بسيطة وسهلة وعلى قد إيدك. إن شاء الله بإذن الله على قد إيدك كده وعلى قد الميزانية بتاعتك، أي ميزانية ان شاء الله باذن الله تمشي في التكات والحركات دي بامر الله. هتلاقي بيتك دايما دايما مليان وعمران كده بالخير والسعاده والهنا بامر الله تعالى. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله الفيديو ايه عامل، بص مليان بافكار حلوه جدا، وافكار كلها اقتصاديه. هديك فكره غدا وتنفع عزومه كده رمضان، واقول لك مثلا ازاي، يعني ايه الحاجات المفضله او الافضل اللي احنا نخزنها ان شاء الله رمضان، من دلوقتي لحد رمضان باذن الله لما يجي. ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في احسن حال، وكل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه رجب بامر الله. ربنا يبلغنا رمضان، وان شاء الله يقبل مننا صيامنا وصلاتنا ودعائنا وكل حاجه. يلا بس كده، بصلاه على سيدنا بالله ونصلي على الرسول ونخش نبدا الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. اول حاجه انا ابدا معاكم النهارده الفطار. الفطار انا كنت عامله كده شويه قرايش في البيت. طبعا انتوا عارفين الفطار مثلا إيه، لو انتوا اسره كبيره او صغيره كمان بتصرف ما شاء الله كتير، يعني فترة يعني بند الفطار ده بيصرف. فانا عادي صحيت بدري كده، عملت شوية قراقيش حلوين جدا جدا جدا. ما صورتهمش بصراحة معاكم، بس ان شاء الله بإذن الله الأيام اللي جاية صورها معاكم، علشان هتعملوها بإذن الله وتشربوها كده معاكم كوباية شاي بلبن. والله العظيم خطيرة، أحلى حاجة في الدنيا. بص هتدفي بيتك وتمليه كده خير وبركة بحاجات موجودة في البيت، بشوية دقيق، بشوية مثلا سمنة على زيت، فاهمة ازاي؟ اي حاجه كده ما شاء الله تحفه. يعني مثلا لو انتوا اسره، انا عملت نص كيلو. لو انتوا اسره صغيره تقعدوا 3 ايام كده ان شاء الله تفطروا بيهم، ولو اسره كبيره تقعدوا يومين كده ما شاء الله. حاجه كده يعني تحفه بجد يعني. فان شاء الله باذن الله هعملها معاكم قريب. إيه، طريقه سهله وبسيطه وتحفه جدا، وطعمها وريحتها خطيره بجد. فالمهم ده انا اول حاجه حابه اقول لك عليها، نحاول على قد ما تقدري تعملي الفطار من البيت. يعني شويه دي كده تعجني شويه مثلا معجنات كده حلوين، تعملي مثلا اي مثلا فول وطعميه والحاجات. واديك فكره برضو، البدنجان حلو جدا تعمليها، تحطها في التلاجة في علبه كده تقعد معاكي اكتر من اسبوع. تعالي بقى نخش في الفكره التانية باذن الله تعالى. فكره كده، كانت قريبتي مسافره البلد فاديتها كده، جابت لي كيلو سمنه. كيلو سمنه بلدي فلاحي حلوه جدا جدا، ب 250 الكيلو. البقري ده كان عامل 250. وكان عندي كده حوالي مثلا، كنت جايبة علبة سمنة فمتبقي كده نصها، يعني حوالي كيلو. فقلت هعمل الميكس ده بقى وهخزنه رمضان، بس عشان تطلع معاكي نتيجة حلوة جدا جدا، وكأن كلها سمنة بلدي. التكاية الحلوة اللي انا اقولك عليها، اللي انت تجيبي السمنة الاول النبات اللي انت شايفينها دي، تسيحيها الاول هنا، فكتها بس عشان تنزل من الايه من العلبة. بعد كده فكتها كده، بعد كده احطها في الحلة تسخن كويس معايا، وبعد كده اروح نازلة عليها بالسمنة البلدي. فما شاء الله باذن الله باذن الله هتعجبك جدا، وتحسي كلها سمنه بلدي، مش هتحسي ان فيها سمنه نباتي خالص. فكده احنا ما شاء الله عملنا مثلا بدل كيلو سمنه بلدي 2 كيلو سمنه بلدي. تمام. تعملي بقى بيها بسبوسه، كنافه، وجلاش، اي حاجه بقى بتحب السمنه وكده. طبعا انتوا عارفين بقى البسبوسه والكنافه دي بامر الله بامر الله تعالى عاملها لكم باذن الله الايام اللي جايه، بتكات وحركات حلوه جدا. بص ان شاء الله باذن الله بامر الله تعالى، لو شجعتوني بس كده وتحطوا لايكات والاشتراكات والكومنتات الحلوه وهتشجعوني، هستمر معاكم باذن الله، وهديكم افكار كتيره جدا جدا جدا. افكار رمضان وحلويات رمضان وعزايم رمضان. وكمان كل يوم ان شاء الله باذن الله هنزل معاكم فيديو كده بتاع في رمضان لو عشنا. هديكي بقى افكار الفطار والسحور، فمش هخليكي يعني ايه تحتاري دايما، لا بالعكس هديك افكار حلوه ونفس الوقت اقتصاديه. حتى العزايم برضو تبقى ان شاء الله اقتصاديه وحلوه جدا بامر الله. واحلى كنافه اللي انا اصلا بصي بزهق منها من كتر طلباتها، يعني بيطلبوها دايما قرايبي بقى وجيراني وكل الناس، اللي اي حد يجي عندي يدوق الكنافه مني. كل شويه عايزين الكنافه دي، فان شاء الله اديكم اسرارها كلها باذن الله، وهتعملي احلى كنافه واحلى بسبوسه واحلى بلح الشام وكل حاجه، الحلويات الشرقي بتاعت رمضان اللي انتوا بتحبوها يعني. فالمهم ان شاء الله شجعوني باذن الله، وكل الحاجات دي بامر الله هعملها معاكم. تعالى بس كده، انا قلت لحد ما السمنه كده يعني تقدح معايا، او اسيح السمنه يعني وكده. انا حطيتها نقلتها على العين التانية، وهديت عليها النار خالص مع نفسها كده، بس كل شويه بقلب فيها عشان ما تلزقش مني. جيت هنا بقى
ماشي، رحت عملت ايه، جبت كرنبايه. الكرنبايه دي كانت اديلها يومين خلاص هتبوظ مني. قلت ايه، كانت في ست جا تحتنا بتبيع الكرنب وكده، فجبناها. بس هي عشان هي عارفه ان هي ايه يعني مش سليمه كويس قوي من جوه، فاخدتها كده منها ب15 جنيه. تمام. إيه، تحس ان هي يعني انا حسيتها تقيله، وبص شكلها عامل ازاي، بس برضه هترمي معايا وتعمل معايا حلة محشي كويسة محترمة. مثلا لو في عزومة، مثلا لو في عزومة الكرنباية دي لو عملت معاها 2 كيلو بدنجان وكيلو كوسة ونص كيلو فلفل، ما شاء الله تعمل عزومة محترمة وكبيرة جدا ما شاء الله. فالمهم يعني جيت كده قطعتها بالشكل اللي انتوا شفتوه. بعد كده جبت مية، حطيتها من غير اي حاجة، ولا ملح ولا سكر ولا اي حاجة ولا كمون ولا اي حاجة. اسلقها كده على طول، وبعد كده يوم دقيقة بس من الناحية دي والناحية دي، وتطلعيها على طول إيه على مصفى، او تحطها في مية بسرعة، مية من الحنفية، عشان احنا دلوقتي في الجو برد. وبعد كده نروح نسيبيها تصفى خالص، وبعد كده نقطعها ونفرزها مع بعض. لما بعد ما تفرزيها وتيجي تعمليها ان شاء الله في ساعة مثلا رمضان ولا في اي وقت، تروحي مخرجاها حطها في مية سخنة على طول، هتفك معاكي وتطرى معاكي وما تبقاش مجلدة خالص. تمام. وعايزاها تبقى ناجحة معاكي، تعملي تصفيها كويس من المية قبل ما تخزنيها. انا هنا خلاص كانت السمنه ما شاء الله، لما تلاقي اللي كان بيبقى فيها وش كتير كده، لما يختفي معاك واللون اللي تحت بتاع اسمه ايه يا ولاد، فالحلو المرتة بتاعتها تبقى لون الذهبي ده، خلاص كده تبقى معاكي السمنة استوت وبقت زي العسل. وهنا جيت انا بقول لك ممكن تحطها في علبة السمنة عادي، ترجعيها تاني في علبة السمنة او برطمان. بس انا بحب البرطمان ده اديله 4 5 سنين تقريبا معايا. كل سنة كل رمضان يعني بخزن فيه السمنة بتاعتي بالشكل ده. كنت غاسلة معقمة كويس جدا، وجبت مصفى كده وصفيت السمنة بتاعتي زي ما انتوا شفتوها، واسيبها تبرد. وبعد ما تبرد اغطيها. جيت هنا بقى اقطع الكرنبايه زي ما انتوا شفتوها كده، انا بقطعها بالشكل ده. بجيب ورقه الكرنب زي ما انتوا شايفين، واشيل كده منها العصايه بتاعتها او العصا بتاعتها اللي زي ما انتوا شايفينها دي، اللي شايفينها اللي في النص. وبعد كده اروح لفها رول ومقطعها. تبقى سهله جدا 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 من اللي انت تقطعي حته حته. انا باخد الرول كده على بعضه زي ما هو، واروح لفه بقى قد الصباع اللي انا عايزاه، واروح مقطعاه ومكمله بقى الرول كله بالشكل ده. بينجز معايا بصراحه. تيجي تفرزها بقى في علبة، تفرزها في كيس تلاجة زي ما انت عايزة. اهم حاجة لو فرزتها في كيس تلاجة تروح مطلعها على هوا كويس جدا جدا منه، علشان الحاجة ما تبص معاك. بس كده تروحي تحطها في الفريزر على طول. وبعد كده مثلا تحتاجها في رمضان غير رمضان، اول ما تطلعيها كده من غير ما تفك، روحي حطها في مية سخنة، او منها هتفك معاكي بسرعة، ومنها تطرى معاكي الورقة، وتبقى مش مجلدة، تبقى معاكي كأنك لسه سالقة الكرنبة دلوقتي حالا يعني. تمام. بس كده خلصنا مثلا الحمد لله. فرزنا طبعا هنا العص بتاعتها، انا بحب احطها في قعر الحله عشان ما تتحرقش معايا، فاروح مخزناها برضو معاهم. يعني هجيب كيس كده تلاجة، احط فيها العصب بتاع الكرنب وكده، عشان لما اجي ان شاء الله باذن الله الف الكرنبايه، اروح مطلعاهم كده مقطعاهم، واروح حطاهم فين او في ناس برضو بتحطها كده من غير ما تقطعها يعني، بس انا بحب اقطعها مكعبات صغيره. بس كده نيجي بقى في برضو، طبعا دي كانت التسويقة بتاعت رمضان، اللي انا مثلا كل تسويقة بجيب حاجة رمضان. مثلا الكرومباية، انا النهاردة هعمل معاكم كرومباية، وهعمل معاكم السمنة زي ما انتوا شفتوا، وكمان الفلفل. الفلفل ده الفلفل الالوان بيبقى غالي جدا جدا في رمضان. يعني بيوصل ل60 وساعات بيوصل ل90. يعني انا رمضان اللي فات انا فاكرة كان ب90 الكيلو ب90. فانت طب على ايه يعني، مثلا كل ما تنزلي تسويقة كده تجيب نص كيلو. مثلا الايام دي الكيلو عامل 30 جنيه، مش انا جبت نص كيلو هو ب15 جنيه. مثلا لو كل اسبوع جبت لك مثلا نص كيلو، لو ربنا كرمك جبت كيلو، تروحي مقطعهم كده مثلا، مقطعهم على يعني بطريقتين، طريقه كده طريقه المكعبات، عشان دي بتبقى ليها وصفات، وطريقه بتاع دي يا ربي، الشكل الشاورما دي اللي مقطعينها كده، يعني حاجه رفيعه يعني، مش شرايح كده رفيعه طويلة يعني. مقطعة بالشكل دي بتبقى عليها وصفات تانية. فإن شاء الله طبعا في كل الوصفات اللي هنعملها معاكم بإذن الله بتبقى محتاجة برضو فلفل وكده، فيبقى عندك تخزين الفلفل وهو رخيص. وكمان يعني وفي ناس بتشكي منه، بتقول ده لما بخزنه بيطلعه بيبقى عامل زي المية. ده بسبب اللي انت بتطلعيه وتسيبيه يفك، لا تطلعيه وتستخدميه على طول. كده الحمد لله اللي احنا فرزنا معانا الكرنبة، وكمان فرزنا الفلفل. في اي وقت بقى انت عايزاه تطلعيه وهو متجمد كده، تروحي حاطاه على طول على اي حاجه انت تعمليها. كده فرزنا. يعتبر الفلفل بتاعنا الالوان ببلاش. طب لما تيجي تشتريه بقى في رمضان هتلاقيه غالي جدا يعني. فكل تسوية كده هاتي الحاجة اللي انت حباها ومحتاجاها وهتحتاجيها يعني. بس كده نيجي بقى
هاعمل معاكم وجبة كده، يعني مش وجبة، يعني فكرة حلوة جدًا، جدًا الباذنجان. ينفع يبقى مشوي بالشكل ده، وينفع يكون مقلي، مكعبات مقلية. المهم كان عندي كيلو باذنجان كده خلاص دِبِل معايا، وقُلت خلاص أروح شاوياه، رُحت شويته وبعد كده قشّرته بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وبعد كده فرمته كده بالإيد الهون. بعد كده نيجي نعمل، جبت صينية حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، ونزلت ببصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين، وخدوا لون معايا أو دبل معايا. وبعد كده هانزل كده بمعلقة من التوم. المَيّة اللي ورا دي كنت حاطة أغلي أعمل كوباية شاي بس مش أكتر. تمام. المهم حطيت هنا معلقة من التوم. بعد كده دي طبعًا التوم ده اللي فرّزناه مع بعض. التوم يفُك معايا وأشم ريحته كده، أروح نازلة بمكعبات فلفل. أنا حطيت قرن فلفل أخضر حامي وقرن فلفل أخضر بارد. طبعًا ينفع فلفل ألوان، بس أنا ما رضيتش أحط يعني فلفل الألوان اللي أنا قطّعته معاكم. قُلت لأ أخلّيه إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أحيانا رمضان. عشان لمّا أجيب كمية تاني يبقى عندي يعني متوفّر اللي أنا عايزاه، الكمية اللي أنا عايزاها. باعمل وجبات كتيرة جدًا ما شاء الله حلوة يعني مميزة كده، وفي رمضان بحاجات حلوة إن شاء الله. فعايزاكِ تتفرّجي بقى على الحاجات اللي باقول لِك عليها عشان إن شاء الله تبدئي معايا تعملي إن شاء الله وجبات حلوة. جيت هنا بعد ما الفلفل وخد كده تشويحة مع البصل والثوم، نزلت كده بحوالي 4 طماطمات كده مقطعاهم مكعبات صغيرة. وبعد كده قلبتهم مع بعض. بعد كده هانزل بملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود وبابريكا. تمام. وبس كده، واسيبهم يتسبكوا مع بعض. اول ما يتسبكوا مع بعض واشم ريحتهم كده وريحة التسبيكة الحلوة بتاعتنا، اروح نازلة بالباذنجان اللي احنا شويناه، اتشوى وقشرناه وقطعناه بالشكل ده. طبعًا ده هيبقى طبق صحّي جدًا، جدًا وتحفة، وفوق ما تتخيّلي. مثلًا في أي وقت مثلًا أنتِ مش فاضية، مثلًا مثلًا أولادِك جعانين تعملي لهم ساندوتش بيه، ما شاء الله حاجة صحّية وحلوة جدًا. مثلًا الصبح تقومي كده تجيبي مثلًا فول، طعمية، تحطّي الطبق ده جنبيه، ما شاء الله روعة، ياكلوه كده من غير أي حاجة. أنا عن نفسي تاني يوم كنت صايمة، رُحت عملت فطرت بيه هو والبتاعة بتاعة السمنة بتاعة اسمها إيه يا ولاد اللي طلعت من السمنة، قليت بيض كده مع جبنة، وكانت غدوة زي العسل. أو فطار يعني. المهم نيجي هنا بقى، كنت هنا باحمّر شوية بطاطس، جِبت حلة كده هنعمل غدا حلو اقتصادي فظيع فوق ما تتخيّلي. جِبت حلة حطيت معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة، ونزلت بكيس البصل اللي أنا فرّزته معاكم. طبعًا أنتم شايفين أنا حاطاه يا دوبك باحطه كده زي ما هو أول ما اطلّعه من الفريزر باحطه على الزيت أو المادة الدهنية. تسيبيه بس دقيقتين كده هيفُك معاكِ، ونقلّبه كده ولحد ما يدبل معانا. هانزل كده بكمية الرز، أي كمية طبعًا أنتِ محتاجاها. وبعد كده هنا الاختياري مكعب مرقة طبعًا، اللي حابة، لو مش حابة خلاص استغنى عنه. حطيت كده مكعب مرقة، واحط كركم، واحط شوية من الكاري، واحط كده رشة من الفلفل الاسود ورشة من ال القرفة، ماشي، عشان يدي الرز ريحة حلوة. وبعد كده ملح طبعا وكده. واقلب بقى الرز، اخليه ده رز مصري عادي. هنا طبعا حسيت اللون لا عايش شويه، حطيت شويه كركم تاني. طبعا انا من الناس اللي ما بحبش بصراحه الكركم، بس انا بحب بستبدل الكركم بودر الزعفران. بس كان خلصانه عندي فمش مشكله، حطيت الكركم وكان طعمه خطير وريحته برده حلوه جدا. هنا ظبطته ميه وظبطته ملح، طبعا ميه مغليه. ضبطته ميه وملح، وبعد كده غطيته وسبته لما يستوى خالص. وبعد كده اول ما اتشرب من الميه وطيت عليه لما استوى. بعد ما استوى هاخد منه كده حوالي 5 معالق كده، هعمل بيهم دلوقتي الغدا بتاعنا السهل البسيط. هنا الفراخ البانيه دي كنت بعت بنتي جابت لي ب100 جنيه بانيه، ماشي ب100. انا ما بوزنش بالكيلو، انا بس كنت بحوش البذر بتاع الليمون. المهم بعت جبت ب100 جنيه كده طبعا بتاع ده بانيه، غسلته كويس جدا. وبعد كده هنا حطيت معلقه من الملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود، وحطيت بابريكا وتوم باودر، بصل باودر، وسبع بهارات. اي تابل عندك مش موجود ما تحطوش. بس المهم جدا 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 اللي هو اللي انتوا شايفينه الماسكاه ده اسمها بودرة دمجلاس. الدمجلاس دي هتلاقيها عند اي عطار، شويه دول ب20 جنيه، قصدي ب10 جنيه والله. ب10 جنيه هيعملوا معاكي، هيخليها لك طعمها حلو جدا. بودر الدمجلاس ده بيخلي معاكي الحاجه طعمها حلو جدا. المهم انا حطيت هنا تاني، حطيت هنا معلقه من النشا ومعلقتين من البقسماط. تمام. اللي انتوا شايفين البهارات اللي انتوا شايفينها ممكن يعني تستغنوا عن اي حاجه مش موجوده يعني. بس الحاجه التوابل دي كانت موجوده عندي حطيتها. بس اهم حاجه الفلفل الاسود وبودر الدمجلاس، هو اصلا هيغطي على كل التوابل اللي عندك. تمام. وحطيت اهم حاجه معلقه من النشا
وحوالي كده معلقتين كبار من البقسماط اللي احنا عملناه معانا، او ما عملته انا معاكم يعني قبل كده. تمام. المهم بعد كده حطيتهم في الكبه وفرمتهم في الكبه، نعمت الخليط بتاعنا او الفراخ بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده استنيت بقى لما الرز استوى وخدت منه شويه وبرد. بص، اهم حاجه في الخطوه دي تخلي الرز يبرد عشان ما تشميش ريحه زفاره في الفراخ يعني. جبت هنا كيس تلاجة ادهنه كده بنقطة من الزيت، وبعد كده هاخد قطعة كده على حسب طبعا الحجم اللي انت عايزاه. مثلا لو حابة تعملي كل واحد طبق، تاخدي كده كورة صغيرة قد مثلا الاستفندية الصغيرة، تروحي فردها وحشيها. تعمل مثلا كل فرد مثلا اتنين. مثلا انا بديكي مثلا يعني، مثل يعني. فكل فرد يعملوا مثلا اتنين كده صغيرين، حجم صغير، في تغرفي كده. دي تنفع جدا في رمضان، تبقى تحفة يعني. فكرة حلوة وشيك جدا جدا جدا. فتعملي كده حجام صغيرة، كل واحد مثلا ياخد قطعتين مع طبق رز كده وشوية بطاطس، تبقى وجبة روعة. ممكن برضه طبعا في رمضان تزودي سلطة، وتعملي مثلا سمبوسك وكده. انا بديكي افكار، دي فكرة عزومة حلوة جدا برضه، مش فكرة يعني اقتصادية ولذيذة. وبص هتشرفك بجد قدام اي حد، واي حد يدوقها فعلا هتعجبه. ساعات بعملها ازاي، ساعات مثلا ما بحشيهاش رز، بحشيها جبنه موتزاريلا وجبنه رومي لو متوفر عندي. اروح حشيها جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، وبعد كده عاملاها لفاها كده، وبعد كده عاملاها في كفر كده بتاع بقسماط. تمام. احطها مثلا في بيض ولبن، وبعد كده احطها في بقسماط واروح محمراها. وبعد كده اروح اعمل صوص بشاميل، واروح قاليه شرايح البطاطس. اروح حاطه شرايح البطاطس في صينيه، وبعد كده اروح احط عليها القطع الفراخ اللي انا عملتها زي ما انتوا شايفينها رول كده، وعملتها زي البانيه، وحطها فوق البطاطس. بعد كده جايبه مثلا كوبايه البشاميل اللي انا حطاها، واحطها فوقيها من فوق، واروح رشه جبنه، واحطها في الفرن. بص، دي وجبه تانية خطيره خطيره خطيره، ان شاء الله باذن الله اعملها معاكم عملي. إيه، بس دي طبعا حابه ان انا اعملها معاكم اقتصاديه النهارده، من غير بشاميل، من غير جبن، من غير اي حاجه. فانا حشيتها بالرز اللي كده كده اصلا هناكله مع مع الوجبه دي. فهنا توفير طبعا. عندك الحاجات اللي انا قلت لك عليها، إيه مثلا اللبن، عندك اللبن والجبن وكده والبطاطس، اعملي الطريقه دي حلوه جدا برضو. دي كده فكرتين حلوين جدا جدا لاي عزومه، او مثلا اي وجبه تعمليها ان شاء الله في رمضان. بس كده يا حبيبي، طبعا انتوا شايفين باخد قطعه الفراخ بفردها بالشكل ده، واحشيها كده بالرز، والفها رول زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه تقفليها كويس جدا جدا علشان ما تفكش منك. بس كده اول ما اخلص الرولات كلها بالشكل ده، اروح جايبه زيت، حاطه زيت كده على النار يسخن معايا. اهم حاجه تخليه يسخن معاكي. وبعد كده روحي حاطه محمراهم في الزيت عادي. ماشي، تحمير يعني كأنك بتحمري بانيه بالظبط، من غير اي حاجه، من غير كفر ولا اي حاجه. هو كده على طول اول ما اخلصهم تشكيل، اروح احمرهم بالشكل اللي انتوا تشوفوه معايا. بعد ما احمرهم بقى، هنقدم بقى الاحلى سفره ممكن تعمليها لاولادك، لضيوفك، لاي حد، ما شاء الله تحفه. انا هنا طبعا كنت شايفه الكويس، فحطيتهم كده. حطيت اول واحد كده اول رول يعني، حطيته مش مظبوط، بس عادي ما تقلبوهوش عشان هو خلاص مسك في الحل. ما تجيش عنده ولا تقلبيه غير لما تلاقيه من الجناب كده احمر معاك. اول ما تلاقيه خد لون معاكي، تروحي مقلباه. بص يتقلب معاكي عادي بسهوله، مفيش اسهل من كده. وشايفين ما شاء الله، دي بس كنت قطع حته كده لابني عشان كان عايز حته يعني. بس كده بصي حاجه كده، بس ما شاء الله الريحه وطعم، وبص فظيع. ومع رز برضو خطيره، ومعاه برضو الجبن خطيره جدا برضو. زي ما انتوا شايفين طبعا، جبت كده مثلا ممكن برضو تعملي الحجم الوسط ده، وتعملي تغرفي لكل واحد طبق. ماشي، رز، وتقطعي كده منايبه يعني، او تقطعي الرولات دي حلقات كده، وتحطي مثلا لكل واحد مثلا كم قطعة كده في الطبق، مع شوية بطاطس، مع شوية كاتشب كده فوق البطاطس. شكل طبق يبقى بص يفتح النفس. دي طبعا الاولاد اللي بتحب الحاجات النواشف يعني. طبعا انتوا عارفين رمضان هيجي في الشتاء، هيبقى موجود في الشتاء وكده، فالناس بتحب طبيخ وكده. بس طبعا في ناس بتزهق من الطبيخ، او ملاش في الطبخ، او فالافكار دي هتبقى حلوه ليكم يعني. بس كده ما شاء الله اللهم بارك. يومنا كده كله كان ما شاء الله اللهم بارك، توفير في توفير. يا رب يا رب يكون عجبك الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك فيديو النهارده، ما تنسيش اختك وحبيبتك في الله بلايك حلو واشتراك حلو وكومنت حلو هيفرحني. وان شاء الله يا رب كنت طلعت كده مستفاده من الفيديو بتاع النهارده، ولسه اللي جاي احلى واحلى بامر الله. هديكوا افكار كتيره جدا جدا لرمضان، افكار فطار وغدا
مش فطار فطار رمضان يعني وسحور بأمر الله، وحلويات طبعًا اوعوا تنسوا يعني. بس إن شاء الله بإذن الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، وشايفين ما شاء الله هاوريكم بقى في شكل الناي عامل إزاي، حاجة تفتح النفس. بس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاع النهارده، واسيبكم في رعاية الله، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد ويومنا كده جديد. طبعًا الليفت اللي أنا عملته معاكم خطير جدًا يا بنات، وطعمه وريحة فظيعة. أسيبكم في رعاية الله، ومع السلامة.